مش عارف اجيبها لكم ازاي. بس الويدجز دي مش معموله في الزيت، دي معموله في الاير فراير وفي الفرن. يلا بينا على الطريقه. هيبقى معانا البطاطس متقطعه ويدجز بالشكل ده كده. هننزل بيها في ميه مغليه 7 دقائق بالكتير، ما تزودش عن كده عشان هتتهري مننا. بعد ما سلقنا البطاطس بتاعتنا 7 دقائق هننزلها كده على اي فوطه مطبخ وننشفها كويس. بعد ما نشفناها بقى هننزل بيها في اي بوله فاضيه كده. هنبدا بقى نتبل البطاطس بتاعتنا. هننزل عليها بحبه زيت زيتون وحبه زعتر وروزماري فريش وحبه كمون وسموكد بابريكا، وننزل عليها بحبه ملح ونميكس الكلام ده كله مع بعض بقى. هنجيب بقى الشبكه اللي هي بتاعت الميكروويف دي، اي شبكه مش هتفرق يعني، وهنرص فيها البطاطس بتاعتنا. هندخلها بقى الفرن بتاعنا على الشبكه اللي في النص، فرن متسخن من قبلها، ونشغل المروحه درجه حراره على 180 كده. هننزل بقى بباقي الكميه بتاعتنا في الاير فراير. هنشغل الاير فراير على 180 لمده 20 25 دقيقه. مش عارف اجيبها لكم ازاي. بس الويدجز دي مش معموله في الزيت، دي معموله في الاير فراير وفي الفرن. يلا بينا على الطريقه.